استاذ زكريا بقى عايزينك تكلمنا عن التجهيزات بتاعت محافظه دمياط من قبل ما احنا نروح المعرض، لما قعدنا اول قعده لينا لحد ما رحنا المعرض واحنا راجعين. يعني كلمنا من الفتره دي كلها، كان ايه رايك في الحاجه اللي احنا عملناها، ورايك برضه في يوم المعرض نفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنشكر الناس القائمين على المعرض، وبصراحه الاستقبال الحافل اللي احنا اتقابلنا بيه يعني استقبال جميل جدا وحاجه مشرفه جدا، وحاجه يعني كانت مريحه، وشفنا فيها ابتسامات الناس ووجوهها وهي بتقابلنا كده، وكاننا يعني رابطه واحده او اخوات في ريت الحمام. الحاجه اللي الواحد يعني شافها مع الناس هنا ان بدانا كهواه او غواه في دمياط، بدأنا نحس ان احنا على كأننا راجل واحد، بدأنا نحس ان احنا كلنا بقى في بالنا رابطة، حتى وان كانت بتليفون، هنعمل كذا، هنروح كذا، هتجيب كذا، هنودي كذا، بقى باتفاق، بقى الامور بقت بالنا منسقة، بحيث ان يبقى الخطوة اللي هنخطيها يبقى مدروسة، يبقى خطوة اخدينها كأننا كلنا 4 5 6 كلنا راجل واحد اللي بيتحرك. لما بقى جانا بقى عشان نعد بقى الحمام، وجانا كانت فعلا الفكره زي ما الاخوه قالوا، كانت فكره قليله جدا بسيطه جدا، ولكن يعني شوقنا ان احنا مشتاقين ان احنا نروح ونشوف